أزل، كتظن بلي انت اختاريتي الدين ديالك، كتظن بلي انت اللي اختاريتي الفريق ديالك، كتظن بلي انت اللي اختاريتي الافكار ديالك، وكتظن حتى بلي الاحلام ديالك راه اختيار ديالك الشخصي. ولكن شنو الا قلت لك بلي اغلبيه ديال هاد القرارات ولا هاد الاختيارات ديالك ماشي اختيارات شخصيه ديالك، وانما فرضت عليك بشكل من الاشكال، وهي غير نتاج لواحد الضغط اجتماعي كيتمارس عليك بدون ما تعيق به او ما تسيق ليه الخبر. كبدايه لهاد الحلقه غادي نكونفيرمي بلي كاين واحد الوهم كنعيشوه كاملين، وهو اننا كيصحاب لينا راسنا بلي حنا احرار فعلا، وبلي ان اي قرار درناه راه راجع من القرارات الشخصيه ديالنا، و100% اختيار الشخصي ديالنا، وباللي نابع ونتاج ديال الاراده الشخصيه ديالنا. ولكن الا رجعنا من الاول لاهم القرارات الاولى ديالنا مثلا في حياتنا، غنلقاو بلي حتى شي قرار من هاد القرارات واللي كتحكم فينا لحد الان ما هي قرارات شخصيه وما اختاريناهاش وما كانش لنا فيها راي. مثلا ماشي حنا اللي اختارينا الاسم ديالنا، ما اختاريناش حتى العائله اللي غادي نكونوا فيها، ما اختاريناش حتى المدينه اللي غادي نكونوا فيها ولا غادي نكبروا فيها ولا غادي نتزادوا فيها، حتى من اللغه اللي كنهضر بها انا وياك دابا ما اختاريناهاش ريوسنا، حتى من الثقافه اللي كتشكل الهويه ديالنا ما اختاريناهاش. لذلك ففعلا قبل ما نقدر لا انا لا انت نستعملوا الضمير ديال المتكلم ولا الضمير ديال انا، كان ديجا ترسم لينا وتفرض علينا الاغلبيه ديال المشكلات ديال الانا ديالنا الفرديه. باش نفهموا مزيان الكونسيبت، تخيل معايا كاينين جوج دراري صغار، واحد زاد في المغرب مثلا، واحد اللي نفترض زاد في اليابان على سبيل المثال. كل واحد في هاد جوج الوليدات غادي يكبر على ان على اساس ان الثقافه ديالو هي الثقافه الحقيقيه ولا الثقافه المثاليه او لا الثقافه الطبيعيه الا بغينا نقولوا. ولكن هذا الشيء ماشي حيت هو كيسحاب له الثقافه ديالو صحيحه، وانما غالبا حيت هو ديك الثقافه هي اللي كبر بها وهي اللي لقى على اساس انها الحقيقه اللي كاينه في هذا العالم. وهنا غادي يبدا اول سؤال اللي هو واش هاد القناعات ديالنا اللي كتشكل معنا واش هي اختيار ولا نتيجه حتميه للبيئه اللي كبرنا فيها. من صغرنا كنتسولوا اسئله مهمه للبناء الشخصيه واللي كتبين لي كيفاش المجتمع كينحت الشخصيه الفرديه ديالنا داخل المنظومه، وكيكونوا اسئله مثلا نقدروا نقولوا كيكون سؤال ديال شنو باغي تولي اهم من سؤال ديال شنو بغيتي تولي ولا شنو بغيتي تكون. وهذا السؤال دليل على ان المجتمع او الجماعه كتحاول انها تعلمك كيفاش تنجح داخل المسار اللي رسماته الجماعه، اكثر ما انها تعلمك كيفاش انك تعرف على راسك ولا تعرف راسك شنو باغي ولا شنو باغي دير فعلا. الجماعه ولا المجتمع غيعلمك الطيعه والتبعيه، وما غاديش يعلموك انك تشك والتمرد، لانه ضد الاساس اللي كيعطي القوه للوجود ديال الجماعه بحد ذاتها. ولهذا غتلقى بلي المجتمعات ديالنا المجتمعات اللي بحال ديالنا كالمجتمع المغربي غتلقى بلي كنكبروا حنا حافظين الاجوبه، النظام المدرسي مبني على مفهوم الحفظ، النظام ديال المسجد حتى هو مبني على الحفظ، وحتى شي حاجه من الانظمه ديالنا التربويه اللي كنكبروا بها سواء داخل الاسره او لا في المدرسه او لا في المسجد على حسب فين تعلمتي الاساسيات ديالك. في الخطوات الاولى ديالك كتلقى بلي النظام كيركز على الحفظ اكثر من انه يعطيك ملكه الشك، ملكه التفكير وسلطه السؤال. كتجرد منك سلطه السؤال وكتولي تظن مجازيا او لا ضمنيا باللي الجواب مهم اكثر من السؤال، ولكن في الحقيقه خصنا نتفقوا باللي السؤال اهم من الجواب، حيت السؤال هو باش كتدق الباب، هو باش كتشك اصلا واش كاين باب باش تدق عليه، هو باش اصلا كتحط احتماليات ديال شنو كاين مورا الباب. وهذه هي كلها البنيه الصحيحه للتفكير الفردي اهم من شنو غادي تلقى مورا داك الباب. ما يمكنش نخبيو بلي هاد التربيه الجماعيه ولا هاد التربيه ديال الجماعه في المجتمعات اللي بحال ديالنا كالمجتمع المغربي كتربينا على الخوف من الاختلاف. كيفاش زعما؟ غنسولك انت براسك ولا شي واحد كتعرفو ولا انا غنكونوا في مرحله من المراحل ديال حياتنا ولا في لحظه من اللحظات المعينه كان عندنا واحد الراي، وداك الراي غالبا كنا عارفين باللي الجماعه اللي كنا جالسين معاها ولا داك المجلس اللي كنا جالسين فيه سواء في القسم سواء مع الدراري صحابنا سواء في القهوه غالبا ما غاديش يتقبلوا داك الراي. فكتحاول انك تحيد اولا انك تقمع تكبت الراي ديالك باش غير توافق مع الجماعه اللي انت جالس معاها في ديك اللحظه. وهاد الحاجه اللي كتوقع ليك وكتوقع ليا وكتوقع للاغلبيه هي دليل اساس على ان التربيه اللي تربينا بها والتربيه اللي المجتمع عطانا هي التربيه اللي كتمجد الانتماء، واي حاجه اللي كتحافظ على الانتماء
وكتلغي اي حاجه اللي تقدر تدل على الاختلاف والتمرد. ولذلك كنلقاو باللي مصطلحات بحال القبول الاجتماعي كتكون عندنا اهم من الحقيقه بحد ذاتها اللي تقدر تقول ولا تقدر تفكر فيها. لهذا كنوليو بحال الحرباء كنبدلوا الافكار ديالنا، ولا ما يمكن ماشي كنبدلوا الافكار ديالنا، كنحاولوا نخلقوا افكار اللي تماشى مع داكشي اللي كتامن به الجماعه، باش يكون عندنا القبول داخل الجماعه، باش يبقى عندنا السلام ديال الانتماء اللي كيغذينا القوه وكيخلينا نبانو ما مختلفينش وكيحفظنا من واحد الصراع كبير. الا جينا نهضروا على هذا الشيء كامل اللي قلنا قبل، غيجيك واحد السؤال ممكن، الا ما جاكش انا غادي نعطيك تفكر فيه، اللي هو واش الا عطينا هاد الحقائق كلها اللي هضرنا عليها، واش ممكن نهضروا على بلي كاينه بشكل من الاشكال حريه ممكنه داخل هذا الصراع اللي بيني وبين المجتمع اللي كيحاول يفرض عليا كل شيء. كبداية خصنا نبينوا باللي الحرية ماشي هي دير شنو بغيتي، الحرية أساسا هي أنك تعرف علاش بغيتي دير واحد الحاجة. راه كاين فرق كبير، واخا بجوج د الحوايج راه يقدروا يديوك نفس القرار، ولكن كيبقى واحد الفرق كبير بيناتهم. واحد غيوصل للقرار ولا غينفذ القرار لأنه مقتنع به وعن اختيار، وواحد غادي يوصل للقرار لأنه كيتفادى الاختلاف، أو ببساطة لأنه خايف من المجتمع ولا من رد الفعل. القرار هنا اللي هو المهم هو، ولكن الانسان وطبيعه ديال انتاج القرار مختلفه، وهنا فين كيبان المشكل. كنهايه غادي يكون عندي غير واحد السؤال بسيط بيني وبينك: كنت تزاديتي في بلاد اخرى وتزاديتي في عائله اخرى، ثقافه اخرى ماشي هذه فاش كبرتي، واش كنتي غتبقى نفس الانسان اللي عليه انت دابا؟ الا كان الجواب ديالك لا، فراه خاصك تسول راسك سؤال اهم: شحال من حاجه كديرها حاليا اللي هي فعلا انت وماشي ناس اخرين؟ كخاتمه نقدروا نقولوا بلي الحريه ماشي هي انك تهرب من الصراع او لا تهرب من مواجهه المجتمع، وماشي الحقيقه ديال انك ترفض كل شيء ولا دير داك الشك الديكارتي. الحريه ببساطه هي انك تكون عندك السلطه ديال توقف وتسول راسك واحد السؤال ديال: هاد الفكره اللي كنامن بها، هاد القرار اللي غادي ندير، واش انا كنامن به، واش اختيار فردي ديالي ولا مفروض عليا حيت واحد زائد واحد يساوي جوج من خلال داك الشيء اللي وصلك من المجتمع وكبر معك وتغلغل مع الشخصيه ديالك. فاذا كنتي انت دابا حاليا عندك هذه الفكره غير حيت انت مغربي تزاديتي في المغرب وعندك والديك مغاربه وبالثقافه ديالها مغربيت، فكون كنتي في بلاصه اخرى حوايج اخرين تزرعوا في الشخصيه ديالك، واش كنتي غادي تكون نفس الشخص؟ واش الا قلتي لا وكنتي غادي تقول باللي غادي تكون شخص اخر، واش ما كيلغيش هذا الشيء الفكره ولا الايمان اللي عندك باللي انت شخص قائم او وجود قائم بحد ذاته وماشي نتاج ديال ناس اخرين؟ هذا موضوع كبير ما تقدرش تكفينا فيه حلقه. الاهم في المواضيع اللي كنتطرقوا فيها ماشي هي الاجوبه، ما نقدرش نعطيك الاجوبه حيت المواضيع اللي كنهضروا فيها هي تجارب شخصيه. كنتمنى ولو غير مره شي فكره حاولنا نناقشوها هنا تكون فعلا خلاتك تفكر وتغوص في الشخصيه ديالك وتعرف راسك، لان فعلا الموضوع ديال اكتشاف الذات والعلاقه بين الفرد والمجتمع شيء مسكوت عنه في هذه البلاد. وكنتمنى حبذا لو ان الناس كلها تحاول انها تكتشف ذاتها، لان هذا غادي يخلق واحد الفرق كبير. يقدر ما يبانش في لا جينيراسيون ديالنا، ولكن الجينيراسيونز اللي غيجيو مورانا غادي نعطيوهم بساط الاحمر يتمشاو فيه باش يبدعوا يكتشفوا الذوات ديالهم ويتحرروا، لان الحريه هي اللي كتعطيك التقدم، والتقدم هو اللي كيعطيك الرخاء. نتمنى هذه الحلقه انها تكون والموضوع ديال الحلقه يكون عجبكم. مره اخرى القناه ما دايرهاش على اساس ربحي او لا زعما باش توصل. الحلقه اساسا درتها كذاكره الافكار اللي عندي اللي تبقى ديما وقت ما نبغي نوصل ليها، ومن هنا نيت كنكتشف راسي كيفاش تبدل الافكار ديالي من واحد النقطه لواحد النقطه الا وصلتي لهاد البلاصه شكرا بزاف حيت عطيتيني من وقتك. نتمنى الا كان عندك شي مداخله تحطها لي في لي كومونتير. الحلقه الجايه غادي نهضروا عاوتاني في موضوع اخر، تحليل نفسي اخر، ونشوفكم تنميرت.